السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بغيت نشارك معكم هاد الحليوة اللي كتجي رائعة، كتجي خطيرة في المذاق. كتجي زوينة بزاف، معلكة هشيشة كتذوب في الفم، كتجي رائعة وبسرعة كتوجد. كنحضروها دفعة واحدة بلا اي مجهود، في اخر لحظة ونوضو حضروا هاد الحليوة هادي اللي غادي يحماقوا عليها للكليانات ديالكم، الناس اللي كيخدموا لا كوموند او لا الضيوف ديالكم، تحضروها في المناسبات وفي الاعياد كتجي رائعه. ما نطولش عليكم، بسم الله على بركه الله، ندوزو المقادير. فهنايا عندي واحد 200 غرام ديال اللوز، او ما يعادل كاس ونص ديال اللوز. فغادي نشدو، غادي نطحنو جيدا من بعد ما حمرته في الفران. هنايا من بعد ما حمرت اللوز وطحنته، دابا بسم الله ندوزو للمقادير. فكيف قلت لكم هنايا عندي 4 ديال البيضات بحجم كبير، الا كان عندكم البيض بحجم صغير فاستعملوا 5 ديال البيضات. وغادي نحتاج هنايا عندي داك اللوز اللي من بعد ما حمرناه وطحنته، فكتبقى يعني شويه يعني مهرمش، ولكن ديك التهرميشه رقيقه. تقدروا تعوضوه بالكاوكاو الا بغيتو، الا ما متواجدش عندكم اللوز فعوضوه بالكاوكاو حتى هو. حمروه وطحنوه بهذا الشكل هذا. فغادي نحتاج كذلك عندي نصف كأس من سكر سنيدة. غادي نحتاج كذلك هنايا عندي واحد الكأس من الزيت. وغادي نحتاج كذلك هنايا عندي واحد 2 معالق كبار من الفيرميسيل. وغادي نحتاج كذلك هنايا عندي قبصة ديال الملح. وعندي واحد المعلقة كبيرة ممتلئة من العسل. تقدروا تعوضوه بالكليكوز الا ما عندكمش العسل، فنحتاجو معلقه كبيره اما عسل اما كليكوز. وغادي نحتاج كذلك هنايا عندي كذلك بالنسبه للفاني غنحتاج لواحد 2 خمارات بوزن 8 غرام ما يعادل 16 غرام. وغادي نحتاج لواحد الفانيا. وغادي نحتاج هنايا بالنسبه للدقيق، فغادي نحتاج من 400 حتى 450 غرام ديال الدقيق بالضبط. غادي نعطيكم شحال احتاجيت من بعد ما غنعجن العجينه. هنا بسم الله على بركه الله ندوزو للطريقه. غادي ناخذ واحد الاناء غندير فيه الملحه، غندير فيه سكر سنيده، وغندير فيه الفاني، غندير فيه كذلك 4 ديال البيضات. وغادي نخلط بواحد الخلاط اليدوي او لا بالطراب اليدوي او لا كذلك غير بواحد الملعقه. صافي كنبقى نخلط مزيان حتى كتذوب ليا ديك سكر سنيده، وكنضيف الزيت وغنضيف ديك معلقه العسل. صافي وغادي نخلط جيدا حتى كيذوب ليا داك العسل وكينسجموا ليا المكونات. صافي وكنضيف داك اللوز وغادي نخلط مزيان، ونضيف الفيرميسيل، شوكولات فيرميسيل. صافي وغنخلط غير شويه بحال هكا. صافي وغنزول الخلاط اليدوي، وغادي نستعمل الايد ديالي. غنضيف الدقيق دفعات مع 2 ديال الخمارات بوزن 8 غرام ما يعادل 16 غرام. غادي نضيف الدقيق تدريجيا بهذا الشكل هذا، وانا كنخلط. ما كتحتاج لا لدلك لا والو، فقط كنجمع باطراف الاصابع ديالي بهذا الشكل هذا حتى كندخل الكميه كلها. كيف قلت لكم انا احتاجيت 450 غرام بالضبط ديال الدقيق، ما يعادل 4 الكيسان ونصف، ولكن على حساب نوعيه الدقيق تقدروا تحتاجوا اقل او لا اكثر. فضيفوا الدقيق تدريجيا. هنا من بعد ما كنشكلها، واخا تبان لكم يعني جاريه باليد الاخرى، فشكلوها بالايد الاخرى غادي تصيبوها هي هذيك. هنا كناخذ واحد الورق ديال الطبخ كندهنو غير شويه، غير نقيطات بالزيت، يعني ضروري ما دهنوه شويه بالزيت. صافي وكنبقى كنبسط العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. بالنسبه للقياس ديال لاطا غنخليه لكم في خانه الوصف. صافي وكنسرح بهذا الشكل هذا على الحجم ديال لاطا اللي غادي ندير فيها. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. صافي من بعد ما كنسرحها بهذا الشكل كنحاول نثبت العجينه ديالي مزيان، وكنقاد الجوانب يعني غير بظهرة المعلقه.
بهذا الشكل هذا. حاولوا تقادوها مزيان باش ماشي تجيكم من جهه طالعه وجهه نازله. وهنا غنحتاج الرقائق اللوز. انا استعملت اللوز في العجينه فاستعملت رقائق اللوز، يعني اللوز ايفيلي. الا استعملتوا الكاوكاو فاستعملوا غير رقائق الكاوكاو. هنا عندي الكونفيتي الخاص بالحلويات، فغندهنها مباشره فوق العجينه ديالي. كنوزع واحد هكاك جهد 4 المعالق ديال الكونفيتير، كنوزعهم فوق العجينه ديالي بهذا الشكل هذا. من بعد ما دهنتو كامل، دهنتها كلها صافي، غادي ناخذ داك اللوز ايفيلي وغادي نتبتو اولا رقائق اللوز. كيف قلت لكم، الا انا استعملت اللوز في العجينه فاستعملت رقائق اللوز، الا استعملتوا الكاوكاو في العجينه فاستعملوا غير رقائق الكاوكاو. صافي غناخذ لهداك رقائق اللوز وكنتبتو بهذا الشكل هذا، يعني كنتبتو فوق العجينه بهذا الشكل هذا، وكنضغط بالايد ديالي، كنوزعو وكنضغط بالايد ديالي حتى كنتبتو جيدا بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. يعني راه الكميه يعني كتكفانا، ديك الزلافه هكا كتكفانا على اللاطه كلها وكيشط منها شويه. صافي هنايا من بعد ما نثبت داك اللوز بهذا الشكل هذا. الفران كيكون عندي كيسخن لاعلى درجه، كندخل اللاطه ديالي على عافيه مهيله. كندخلها من الفوق حتى كتنفخ ليا وكطيب من الاسفل كتحمر، يعني من الجوانب كتبان ليا ديك الحموره بدات كتطلع. صافي وعاد باش كنهبطها صافي كنهبطها والعافيه من فوقها حتى كتحمر ليا من الاعلى ديالها. عاد باش كنخرجها ردوا معها البال، يعني العافيه ضروري تكون مهيله باش ما تحرقش لكم من الاسفل وكتبقى راها كتجي خطيره بزاف. هنا من بعد ما طابت ليا الحلوه ديالي بهذا الشكل هذا وهي باقا سخونه مزيان، كنحتاج لواحد جهد 4 المعالق كبار العسل. غادي نوزعهم فوق اللاطه ديالي فوق الحلوه بهذا الشكل هذا. انا استعملت العسل الممتاز، فانتم استعملوا اي عسل عندكم راه ماشي مشكل، غير وزعوه غير بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا كندير الطريقه. صافي كنهز المعلقه وكنبقى كنوزع من كل جهه، يعني من الجوانب من الوسط، وكنخليها كتشربوا مزيان حتى تبرد جيدا. هنا من بعد ما بردات ليا مزيان، يعني راه دازت المده ديال نص ساعه هكاك بردات، خدات حقها في البروده. صافي وكناخذ غير واحد الموس راه بسرعه كتقطع. شوفوا معايا انا غنقطعها في الاول مستطيلات ومن بعد عاد نقطعها، يعني نقطعها بالطول ونعاود نقطعها بالعرض باش كنحتاجوا المربعات. ومن بعد كنحيد دوك الجوانب. ها نتوما شوفوا من بعد ما كنقطعها مربعات بهذا الشكل. وتقدروا الا بغيتوا تقطعوها معينات فقطعوها. انا راهي الكاميرا تحدفات ليا اللقطه فاش كنت كنقطع يعني مربعات، قطعتها بالطول وقطعتها بالعرض. صافي وكنديروها في القويعطات كتجي رائعه، كتجي خفيفه خفيفه بزاف وهشيشه وكتذوب في الفم. واحد التعليكه كتجي رائعه، غير جربوها وردوا عليا الخبر لان كتستحق التجربه، وخنشكر حتى انايا حتى تجربوها. صافي انا نستمر بهذا الشكل هذا، كنهز الحلوه ديالي وكندير في القويعطات. غنديرهم انايا في قويطات دائريين، وتقدروا الا ما بغيتوش ديروهم في القويطات فما ديروهمش. انا كنديرهم على حساب انها ما يتلتصقش ليا مع بعضها، فمن الاحسن انكم ديروهم هكا وتحتفظوا بها في شي بواطه لان كتعطينا واحد الكميه اللي وفيره بزاف. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي رائعه، كتعطينا واحد الكميه اللي وفيره، كتجي لذيذه بزاف. الكليانات ديالكم غادي يحمقوا عليها، اولا الضيوف ديالكم ووليداتكم غادي يحمقوا عليها. توجدوها لهم وتعطيوها لهم حتى يديوها حتى في الكوتي في المدرسه، يعني رائعه بزاف لذيذه. جربوها وردوا عليا الخبر لانها كتستحق التجربه. ما تنساوش تدعموني باللايكات وبالتعليقات ديالكم الرائعه باش نزيد معكم ان شاء الله لقدام. ولاول مره غتزور قناتي كنتمنى تشترك معايا وتضغط على الجرس باش يوصلك كل جديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. انا هنايا غادي نقسمها معكم باش تشوفوا التعليكه ديالها كيفاش كتجي. شوفوا معايا. وهنا وصلنا لاخر ديال الفيديو. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. تسناو باقي الجديد في الحلويات.